السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في قناة ابداعات فرح. النهارده حبايب قلبي هنقدر نقول اول حلقاتنا من يوم المطبخي. يوم المطبخي النهارده هنخش المطبخ، هنعمل كل حاجة كده مع بعضينا، وهنشوف النهارده يومنا هيكون فيه ايه ان شاء الله. فزي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله قدامنا هنا انا معايا كمية من البامية في حدود 5 كيلو من البامية. البامية دي انا هفرزها. انا الباميه دي غسلتها وقمعتها خلاص. طبعا الغسيل وتقميع الباميه مش محتاج ايه ان انا اوريها لكم. اما هنا معايا البطاطس ومعايا الطماطم لسه يدوب بس ايه مطلعه الحاجه كده من التلاجة زي ما انتم شايفينها، ومعايا اللحمه ومعايا كمان فرخه. الفرخه دي احشويها بالطريقه الجميله جدا، عملتها قبل كده في القناه بتاعتي. فرخه مشويه وبحشيها بصل من تحت الجلد كده، بنحشوها من البصل والليمون والفلفل الاسود والبهارات بتاعتنا. طبعا هنشوف الطريقه التانية، هنشوف الطريقه كده بطريقه يعني باتقان اكتر، وهتعرفوا قد ايه الفرخه دي بجد بجد حباكم تجربوها. طريقه الشوي بتاعتها فظيعه، طعمها بيبقى رائع. وهنعمل صينيه بطاطس باللحمه، وكمان هنعمل الملوخيه. فعشان خاطر كده اللحمه دي انا هسلقها عشان اخد منها شوربه للملوخيه وكمان للبطاطس، وان شاء الله اكيد هنعمل مع بعضنا حبه كده من الرز. يعني يومنا كده زي ما انتم شايفين مليان بسم الله ما شاء الله. هنعمل 3 اصناف من الاكل، وكمان هنفرز الباميه. كل سنه وانتم طيبين مع تفريز الباميه، يا ريت ما يفوتكمش. ويلا كده نبدا ونقول بسم الله. اول حاجه انا حاطه ميه عشان اسلق اللحمه، وكمان حاطه حله ميه عشان خاطر افرز الباميه بتاعتي. تفريز الباميه اول حاجه محتاج ميه سخنه وليمون. انا حطيت نص الحله كده ميه، هحط 3 عصير ليمون. هحط 3 ليمونات من عصير الليمون هعصرهم. ويلا نشوف طريق اول حاجه تفريز الباميه. حطيت الميه المغليه وعلى طول هضيف الليمون كده زي ما انتم شايفين، وهضيف على طول الباميه. الباميه ما بتاخدش وقت معانا غير 3 دقايق بس، مش اكتر من كده. الباميه زي ما انتم شايفينها كده انا بحطها في الميه بالليمون. ده طبعا الليمون هو اللي بيحفظ لي الباميه من العام للعام. يعني انا الباميه دي بتقعد معايا طول فتره الشتاء، لان كلنا عارفين في الشتاء مفيش باميه. في باميه طبعا مفرزه في السوبر ماركت، لكن في السوق مش بتبقى ايه موجوده. فانا يا دوب هديها كده زي ما انتم شايفين، هتحسي لونها بيخضر معاكي كده، بيبقى لونها الاخضر بتاعها كده بيزيد، بيبقى لونها مخضره حلوه جدا. يا دوب بديها كده 3 دقايق بالظبط، مش اكتر من 3 دقايق. ده طريق تفريز الباميه بعمله تقريبا الطريقه دي من اكتر من 10 سنين، وزي بسم الله ما شاء الله زي الفل معايا. هكون محضره صينيه اطلع فيها الباميه. اي حاجه اسيب الباميه بتاعتي تبرد فيها، لان طبعا مش هدخل الباميه الفريزر غير بعد ما تبرد نهائي خالص. ممكن اسيبها نص يوم كامل مش مشكله ابدا. انا مش هطفي الكاميرا عشان خاطر تشوفوها قد ايه هي ما قعدتش معانا، لان في ناس كتير طبعا حابه تفرز الباميه، لان دلوقتي الموسم بتاع تفريز الباميه. هجيب مصفى اي حاجه كده تكون معايا على اساس اخرج الباميه كده بالطريقه دي. صفيها كويس جدا جدا من الميه بتاعتها زي ما حضراتكم شايفين. هسيبها كده تبرد في الصينيه. والصينيه هي جاهزه قدامي، ابرد فيها الباميه بتاعتي. دي طريقه تفريز الباميه بكل بساطه وبكل يعني بصي ما اقولكيش ما شاء الله والله بتطلع زي الفل. كل ما بطبخ منها جميله جدا جدا جدا. هرجع لكم ان شاء الله برضو تشوفوا الباميه معايا بعد ما تبرد خالص خالص، ونحطها في الكيس بتاعتنا ونشيلها في الدي فريزر. وبالطريقه دي هنحفظ الباميه بتاعتنا من العام للعام. حبايبي زي ما انتم شايفين هنا معايا الفرخه بتاعتنا زي ما انتم شايفينها كده.
هنا معايا حبتين كبار من البصل، ومعايا ليمونتين. هعصر عصير الليمون ده على البصل، وكمان هحط معلقه كبيره من الملح على البصل بتاعي، وهنعصر الليمون. الليمون ده بيدي طعم جميل جدا جدا للفراخ بتاعتنا. وبرده الفراخ بتاعتي انا غسلتها كويس جدا بالملح والخل والليمون. الملح والخل والليمون بيدوا طعم جميل جدا، حتى طعم اللحمه بتاع الفراخ. بعد ما انا غسلتها كويس جدا سبتها كده شويه في الليمون والخل والملح. كده خلاص انا حطيت الملح وحطيت عصير الليمون على البصله. شوف بس بذرة الليمون ده. اما هنا معايا العشر بهارات بتاعتي، فيها كل حاجه انا ممكن احب احطها في الفراخ المشويه. فيها الجنزبيل، فيها الكمون، فيها الفلفل، فيها التوم باودر، فيها الحبهان، فيها ورق اللورة. يعني هي 10 بهارات بسم الله ما شاء الله، فيها كل حاجه انا محتاجاها اطعم بيها الفراخ بتاعتي. هدعك البصله بتاعتي كده بالتوابل والليمون زي ما انتم شايفين كده. كده ايه، حابه بس اقرب الكاميرا كده. وهجيب هنا الفرخه بتاعتي زي ما انتم شايفين كالعاده. بناخد صدر الفرخه كده وبنشيل الجلد، هنحشيه البصل تحت الجلد. وطبعا محتاجه افتح البصل بالسكينه كده صدر الفرخه عشان يتطعم معايا كويس جدا بالتوابل والبصل بالشكل ده. هفتحها كويس حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده. بعد ما فتحنا الفرخه بتاعتنا بالشكل ده، هجيب البصله طعمها بيبقى روعه، وخصوصا على فكره الفراخ دي بتنفع جدا جدا في العزومات. هحشي الفتحات كده بتاعت الفرخه اللي احنا فتحناها عشان تتدبل مظبوط كده وتطعم البصله والتوابل بتاعتنا. وكمان ورك الفرخه كده انا هحشيه برده من تحت الجلد كده لحد جوه. هوسع بايدي كده واحشي، شايفين ازاي ايدي واصله لفين. وهحشي كده الدبوس بتاع الفرخه بالشكل ده كده، بوصل التتبيله بتاعتي والبصله في كل جزء من الفرخه، وهسيبها كده قد 3 ساعات تتشرب من التتبيله بتاعتنا اللي احنا عملناها مع بعض. وبعدين انا مش بضيف لها اي دهون خالص، ولا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه، بعتمد على دهون الفرخه نفسها. وبتطلع ما شاء الله في منتهى الجمال وطريه وكده وجميله جدا جدا. يعني انا مش محتاجه احط لها اي حاجه غير اللي انتوا شايفينه ده. بالطريقه دي هحط كمان هنا في العظم كده. خلاص الفرخه بتاعتي هحطها كده في الفرن. بعد 3 ساعات هرجع لكم في الشكل النهائي تشوفوا الجمال. الفرخه بتاعتي اكيد هتشوفوها في النهايه. ودلوقتي هنبدا نجهز صينيه البطاطس باللحمه. دلوقتي هنبدا نعمل صينيه البطاطس بتاعتنا. هنا معايا حبتين من البصل فرمتهم بالطريقه دي. اسهل صينيه بطاطس ممكن تعملها في الدنيا، حاجه كده سهله جدا جدا. الناس المبتدئه اللي هي عاوزه تعمل صينيه بطاطس تقدر تعملها بالطريقه دي. صينيه البطاطس ني في ني، يعني مش هعمل لها البصله محمره، لا هتبقى البصله كده ايه بنيه زي ما انتم شايفينها. حاطه كده معلقه من الملح، وكمان هحط كده شويه بهارات مشكله حبه كده تدي ايه يا دوب بس نكهه كده بسيطه. حبه شطه حسب الرغبه. وهقلب الحاجات دي كلها كده في بعضها. الصينيه دي فيها كيلو من الطماطم، وفيها في حدود اكتر من نص كيلو من الطماطم والبهارات وبصلتين زي ما انتم شايفينهم كده. هضيف عصير الطماطم كده. ضفنا عصير الطماطم دي اسهل صوص بطاطس ممكن تعمليها زي ما قلت قبل كده. وهنا سلقت اللحمه نص سلقه
على اساس عاوزه اخد شوربه للملوخيه بتاعتي، لان احنا شوينا الفراخ مفيش شوربه طبعا طالعه من الفراخ. فاللحمه دي سلقتها كده نص سلقه، وهتستوي بقيه البطاطس بتاعتي في صينيه البطاطس. اللحمه هتستوي في صينيه البطاطس. احط كده معلقه كبيره من السمنه بتاعتنا، هديها غلوه على النار من فوق، وبعدين هحطها على طول في الفرن. وكمان هحط لها كده قد كبشتين من الشوربه مش اكتر من كده، واحطها على طول مع الفراخ في الفرن. كده يبقى عملنا الفراخ وعملنا صينيه البطاطس وحطيناهم في الفرن. ودلوقتي ان شاء الله هنعمل مع بعضنا الملوخيه والرز، وهنشوف النهارده هنعمل ايه في يوم المطبخ. زي ما انتم شايفين ده كان يوم المطبخنا. فرزنا الباميه خلاص، انا كده هحطها في الديب فريزر، بردت خالص، وحطيتها في كيس الحفظ بتاعتها اللي انا هحطها في الديب فريزر. وصينيه البطاطس اللي عملناها باللحمه زي ما انتم شايفين شكلها شاهي جدا ما شاء الله عليها، طلع تحفه. وكمان عملنا طبق الرز الحكايه بتاعنا، وهنا الملوخيه والفراخ اللي احنا شويناها وعملنا الطريقه بتاعتها مع بعضينا، طلعت تحفه. انا على فكره بقى ما تقوليش ان هي اتحرقت مني، انا بحب جدا جدا اللون ده في الشوي. الفراخ المشويه اللي ما كانتش كده يعني بصي كده متحمره كويس جدا جدا ما تعتبرش مشويه حلو. فده النهارده كان يوم من مطبخنا، ويا رب النهارده الفيديو بتاعنا يعجبكم وتكونوا كمان استفدتوا منه. اشوفكم على خير حبايب قلبي، ما تنسوناش في اللايك والشير، وكمان تشتركوا في قناتنا. واللي اول مره يشوف قناتي ابداعات فرح يا ريت يشترك ويفعل الجرس. اوعدكم حبايب قلبي كل جديد هتلاقيه هنا مع فرح. اسيبكم في حفظ الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.